يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه يتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا صلى الله عليه ومن فوق علم ما كثرت رفعة في شؤونه وكمالا سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجلال صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملا الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم شرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التشريك بها والإذعان صلى الله عليه تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتنوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه واشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فما أعظم من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر السر في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات واجمعها وأزكى التحية وأوسيها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وبرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط بقلبه نور سر تعلق به وحبه ويمدد بها بعناية الله في حزبه
وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صعوة المجد صلى الله عليه وتفيأوا ذلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أظهر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم أفادت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانخلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بوطن استقراره وموضع خروجه وقد قدت لك دار الأزلية بما قضت واظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف فيركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف كانت الأمثلة في قسم عشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين إلا فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني لتنبني ما حفظت من سن أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت راية في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعي التشوق إلى السماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم شرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا
يا
وصل وسلم وبارك عليه. وقد آن القلم أن يخط ما حركته في الأنامل مما استفاد الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله والشمائل التي عليه. أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار. صلى الله يتشرف عليه. بكتابة القلم والقرطاس وتتنزل في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله النور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. صلى الله وقد أخرج عبد عليه. الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال صلى الله عليه. قلت يا رسول اللهم صل وسلم الله عليه. بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد اللهم صل صلى الله عليه وسلم من نوره. صلى الله وقد ورد عليه. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صلى الله عليه. وانتهت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرف مولودا. صلى الله ولما عليه. كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. صلى الله عليه. النور المبين أصلاب بطون من شرفته من العالمين. صلى الله فتنقل هذا عليه. النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام. وصل ضياء العلم القديم إلى من خص بالتكريم أبيه الكريم صلى الله عبد الله بن عليه. عبد المطلب القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقوا صلب أبد الله فألقوا إلى بطنها. صلى وضمت الله الشهوات معونة عليه. الله محافظة على كهاد الدرة وصورها. صلى الله فاحمل برعاية عليه. الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله ولا تشكو عليه. منه علما ولا عللا حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج. صلى الله عليه. قرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر الكنوز. صلى الله عليه. كل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعذر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور
بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله عليه. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب والوضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأنظار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الذور نورا فوق كل نور صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة دانسا لجنابي المسعود ومشاركة له في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وما هما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه. فانطلق سبح الكمال من النور عن النمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد صلى عليه. حاضرك يا رسول الله بكرم رسول الله. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. صلوات الله عليك
مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذا حمانا بوجود المصطفى الهادي محمد صلى الله عليه عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله. أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد. آمين آمين يا الله يا رب آمين. عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. واتنا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد. نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا
يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموعد ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختولا مكحولا مكتوما السرة صلى الله عليه وولد ذلك الأشرف عند الله عيد القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني صلى الله عليه. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب صلى الله عليه. فأصرف ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والكشعريرة عن يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق صلى الله قال عليه. فلم يقص الحديث مني على بال حتى بعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت سنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظم شرفه عند مولاه. وعن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه. Alamatu qabuli taubati, di antara tanda-tanda diterimanya
taubat kita yang pertama adalah tarku suhbati su'i, meninggalkan berteman dengan orang yang jelek atau yang buruk. Cak akan cabi orang sebab coba, akan cabi orang bagus, hindarin orang-orang ngajak berbuat untuk kejahatan, kejelekan, keburukan, ngajak melanggar dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampean mulai menjauh dari orang-orang aneka berarti mulai tobat sampean terima. Sebu kalem bian ngocak engko atau tobat king macet akan cabi orang-orang membahayakan dekat keimanan mereka, percuma. Sampean tak kira kuat. Tak kira kuat. Karena mereka pasti ngajak dekat bareng-bareng menjadi kebiasaan. Yang kedua wal iqbal ala ta'ah, semangat untuk ngelakuin taat ke Allah. Tak menunda-nunda, cana tobat tapi tak gelem taat, cana tobat tapi tak gelem ngelakonin apa sih perintah dina Gusti Allah. Yang ketiga adalah zawalul hasad minal galab, tidak mempunyai sifat hasud di dalam hati, mulai menyingkirkan sifat-sifat buruk di dalam hati. Karena ini kebekal ibadah dina Gusti Allah, sesuatu yang bagus, nafahat, imdadat, ya, tak mungkin beda sekotor, wadah yang kotor tak mungkin akan diisi dengan sesuatu yang baik. Ada cerita nah beda sekotor neka bisa nerema bareng sebagus sobung. Lamun yese ada guna nah. Lamun empat yese beda neka kotor masalah najis yese susu. Semestinya susu neka bervitamin, protein, tapi karena beda neka najis ya tak ada guna nah. Sebenarnya juga ate neka. Mula orang ini mulai membersihkan dari sifat-sifat yang tercela, dari sifat sedamimah menuju ke sifat mahmudah, baru nih kediki ba'da napanya mana takhalli marepon berseen baru deki bakal yaseen tining Allah Subhanahu wa taala. Terakhir wal isti'dad lil maut bil istighfar, selalu bersiap-siap untuk menghadap kematian. Takut mati laku, takut mati deki, takut akhirat, karena setan ini terus la yazalu syaitanu yaqulu laka gadan hatta ya'tiyakal maut wala ta'mal as-salihah gad. Setan ini tak henti-hentinya mengucapkan kata-kata ada kulit sampean gadan, besok, tunda. Hatta ya'tiyakal maut, sampai benar-benar mati datang kepada kita. Walam ta'mal syai'ah, sampai kulit sampean tadi amal sekali ya percuma. La turajji fi'ala salihati lal ghad la'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi. Jangan membiasakan menunda untuk beramal yang baik, karena bisa jadi besok atau lusa datang kita ampun tak notot tenda laku du malam. Anaka ocan setan ni ka. La tazalu syaitanu yaqulu laka gadan, besok, tunda. Cek banyak istighfar, cek taat ke Gusti Allah. Mohonlah banyak isti'adat. Al-kayyis tabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu lima ba'dal maut wal ahmaku man atba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allahil aman. Berapa banyak orang yang dikatakan pintar, yang cerdas, tapi hakikatnya benar yang cerdas. Orang yang cerdas yang Kanjeng Nabi adalah orang yang selalu mempersiapkan diri untuk datangnya kematian. Mandana nafsahu lima ba'dal maut, untuk kehidupan setelah kematian. Beda kehidupan boleh nih kan akhirat. Sampean cek buambu selawat sampai mati pian. Mula mati tak saya selawat ke gila. Cek buambu sampean setro beramal sesoleh sampai mati. Mula mati tak bisa beramal sesoleh sampean. Cek buambu terus selawat, terus hadir pada majelis kanto, majelis kasah, solawat. Sampai benar-benar Allah Ta'ala meyakinkan kepada kita bahwa nikah amal saya kebak sampai mati. Cek buambu sampai mati. Cek buambu sampai mati asalawat nikah. Sampai kuku Rasulullah SAW memanggil nama satu persatu dari kita. Sehingga kulit sampean heran, siapa memanggil? Ternyata Rasulullah. Dari mana engkau mengetahui namaku wahai Nabi? Karena sampian jangan Kanjeng Nabi selawat abaan beda pak kasih engkau, maka engkau kenal kenyamanan abaan sallallahu alaihi wasallam. Wal ahmak, adapun orang yang bodoh, orang yang bodoh, man atba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allahil amani,
Mereka berangan-angan, berandai-andai, banyak harapan kepada Allah, tapi mengikuti nafsu, males tak kenceng, istighfar yanje, majelis-majelis bagus yanje, pancet akan can bireng saya coba, tak gelem taat ke Gusti Allah, tak persiapan dekat tengah mati, kemudian yang aten dekat kotor kelebihan penyakit saya bisa menggerogoti keimanan kelebihan panjenengan. Ya, ki reng pudu nih kayak banyak tonggel Pak. Terus oke yang tak laku, dulu kiamat kurang 2 hari tak kira kayak. Ya, usaha. Lah untuk selamat dari apa neraka masuk ke surga ini ketentu butuh apa? Usaha. Mak pola berdesek keteremah dari bacaan-bacaan, dari amal-amalan perbuatan kuluman jenengan nika. Sera oning. Lamun berde salah situ ngesek keteremah bon peratu ka Gusti Allah, pada pak ka Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aneka tanda-tanda taubat pun diterima bi Gusti Allah, tarku suhbati su, meninggalkan berteman dengan yang buruk, wal iqbal ala taat, semangat untuk taat. Yang ketiga adalah zawalul hasad minal galab, tandik sifat iri dalam ateh, wal isti'dad lil maut bil istighfar, mempersiapkan diri untuk datangnya kematian bil istighfar dengan memperbanyak apa? Istighfar minta sapora ke Allah Subhanahu wa taala. Termoga niat-niat kaulaban panjenengan terima dening Allah Subhanahu wa taala, termoga kesalahan kelopotan sapora dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hajat-hajat kapi pegempang, hajat dunia, hajat akhirat. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما ندم الفكر من درار الأوصاف المحمدية وكوندا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتخشاها منه الفيوضات الهامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمحسس بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الكامل العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك في شرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا ما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظاهره وأم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا
وأهل قدرنا ووادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومآلم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدر بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرص المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بطاعتك وصدق في حكمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.